ما تخلفوش. لو مش بتعرفوا تعبروا عن مشاعركم وتظهروا حبكم لولادكم ما تخلفوش. هتطلعوا أطفال قاسيين وجافين وقلوبهم جامدة. ما تخلفوش لو مش بتعرفوا تحضنوا، لو شايفين ان حضن الأب لبنته عيب أو حرام أو حاجة تكسف. للأسف هتفضل تدور طول عمرها على الحضن ده. ما تخلفوش لو شايفين ان ولادكم هيكونوا ملككم او امتداد ليكم او مشاريع لحياتكم، انتوا كده بتدفنوهم بالحياة. ما تخلفوش لو مش بتعرفوا تتحكموا في اعصابكم وانفعالاتكم وردود افعالكم. هتخلوا نفوس اولادكم هشة وضعيفة وقابلة للكسر في اي لحظة. ما تخلفوش لمجرد رغبتكم الانانية انكم يكون عندكم عيال زي باقي الناس، وبعدين نبقى نشوف هنعمل فيهم ايه. هيكرهوا نفسهم واليوم اللي اتولدوا فيه. ما تخلفوش لمجرد ان النتيجة الطبيعية للجواز هي الخلفة. هتغزلوا ولادكم وهيغزلوكم. ما تخلفوش وانتوا مليانين كلاكيع وعقد نفسية من غير حل ولا علاج. هتدفعوا ولادكم تمنها من حياتهم وعمرهم. ما تخلفوش لو مش بتقبلوا الضعف، لو مش بتعذروا التقصير، لو مش بتقدروا المنحة اللي ورا الفشل، لو مش بتسامحوا على الغلط. ما تخلفوش لو لسانكم طويل وايديكم طويلة وعقلكم صغير. بجد حرام عليكم. ما تخلفوش عشان تجيبوا أطفال تلعبوا بيهم أو بهدف إنهم يونسوكم أو يسندوكم لما تكبروا. دي نتائج للخلفة مش أسباب ليها. ما تحملوهمش فوق طاقتهم من قبل حتى ما يتولدوا. ما تخلفوش لو كان قرار جوازكم خاضع لضغوط عائلية أو محموم برغبات بتبحث عن أي منفذ للشبع. ما تخلفوش وتسافروا وتسيبوا عيالكم في ايدين غيرهم يربيهم. وما تخلفوش وتوصلوا للي خلفتوهم ان وجودهم اساسا مرفوض. واهم من كل دول، ما تخلفوش وبعد كده تدفعوا ولادكم تمن اختياركم انكم تكملوا في حياة زوجية فاشلة وتقولوا عشان خاطر العيال. حبوا نفسكم وبعدين خلفوا. حبوا بعض وبعدين خلفوا. حبوا الحياة وبعدين خلفوا. غير كده ما تخلفوش.